السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجي اليوم نتعرفوا على واحد المرض خطير اللي كيقدر يخرج على حياتنا الدراسية والعملية في العمل أو في الشغل، وكيمنعنا أن ننجحوا في جميع مناحي الحياة. هذا واحد المرض سميتو التسويف أو سميتو المماطلة في علم النفس، ودارت عليه دراسات. إذا يلا نعرفوا هذا المرض شنو كيدير وشنو الحلول ديالو وشنو علاقته بحية على الفلاح. الدكتور بيرستين سنة 2007 دار واحد الدراسة عطاتو نتائج غريبة وعجيبة ومتناقضة في نفس الوقت. سنة 2007 دار واحد الدراسة تحليلية اللي كتستند على معطيات. وبالنسبة اللي ما كيعرفش الدكتور بيرستين، هو دكتور متخصص في مجال الكفاءات وفي مجال التعلمات والتطوير الذاتي، ما عنده علاقة بديك الكذوب ديال التنمية البشرية وكيف تصبح خارقا في 5 دقائق وكيف نغير سلوكنا وانظر الى المرآة وقل انا قوي انا قوي انا قوي، لحقاش غيبان لك غير واحد بحال هكا. الدكتور بيرستين في 2007 استند على احصاءات تطبيقية عملية. لما داروا هاد الاحصاءات وجاو كيجمعوا النتائج، لقاو ان اكثر من 90% من الطلبة الجامعيين فيهم مرض التسويف او مرض المماطلة. هاد المرض اللي كيخليك ما ديرش مجموعه ديال الاشياء اللي انت عارف انك ضروري ديرها. يعني بمعنى اخر، انت عارف عندك امتحانات، لكن رغم ذلك ما كتهيئش راسك وما كتبريباريش كما يجب، وكتبقى حتى الاسابيع الاخيره. في عمليه احصائيه لقاو انهم كيجمعوا جميع المواد، قد يكونوا 8 ولا قد يكونوا 9 او 6، كيجمعوهم حتى 3 الاسابيع الاخرى والاسبوعين الاخيرين. هادشي اللي كنهضروا عليه راه كنهضروا عليه على طلبه في الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والخارج بصفه عامه. اما حنا عندنا في الدول العربيه وكذلك المغرب، فاحنا البريباراسيون يقدر يبدا قبل نص ساعه من الامتحان. يعني انا عارف انا عندي فرض فيه مجموعه ديال الدروس، نقدر نفيق مع 7 نفطر 7:15 نخرج من الدار، نبقى غادي في الطريق ونجبد الدفتر وكنحفظ، وغادي نوصل مع 8 وندوز امتحان. يعني نقدر نبريباري 45 دقيقه اسبوعين، راه بزاف. هذاك الهضره اللي كنتي كتقول الدوره الاولى كل درس غنشدو غنلخصو، ما درتيهاش وقلتي دابا ما عندي كندير نلخص الدروس، مازال ما تجمعوش حتى الاخر ديال ولا الوسط ديال الدوره الاولى. وجا الوسط ديال الدوره الاولى وقلتي دابا انا عندي امتحانات، ما عندي كيفاش ندير نلخص، خصني نركز على الامتحانات ديالي. خليتي تسالي الدوره الاولى، سالت الدوره الاولى وقلتي تجي العطله، جات العطله وقلتي الواحد دابا خصو يرتاح، خليتها للدوره الثانيه. وجات الدوره الثانيه قلتي شوف 3 شهور الاخرى غادي نخصصها فقط للبريباراسيون. وجات 3 شهور الاخرى قلتي ودابا انا ما جبتش نقطه مزيانه في الدوره الاولى، خاصني نحسن راسي في الدوره الثانيه ونركز على الدروس ديال الدوره الثانيه، ما بقاش الوقت دابا نلخصو. جات 3 شهور الاخرى ثم دخلتي قلتي عرفتي شنو غادي ندير، الشهر الاخراني غادي نعتكف في الدار ما غاديش نخرج. جا الشهر الاخراني ما اعتكفتي ما والو، قلتي دابا انا عندي امتحانات وعندي ظروف ما عنديش كيفاش ندير، وخصني نجمع الدروس كاملين باش نلخصهم. شوف صافي 20 اليوم الاخرى ما فيهاش. جات 20 اليوم الاخرى قلتي وخصنا الوناسه، مشيتو تجمعتو مجموعه الاصدقاء وتلاقيتو بقيتو كتقروا اكثر من سوايع شنو غنبداو نبريباريو. ولما قررتوا شنو تبداو تبريباريو يعني الماده، قلتي واش من درس. ولما قررت واش من درس لقيتو راسكم عييتو وقلتو نمشيو ناكلوا بعدا شي حاجه ونوجدوا شي قويميله شي حاجه، نوجدوا اتاي طارطا وكذا. ديك الساعات كتبان لك انت الحداقه وانت عاد كيبان لك انك تنوض طيب وتقول الدراري كتعرف تصايب طاجين واتاي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طبيعه الحال الماكله كيجي من موراها شويه النعاس، شويه ديال القيلوله، وانتم عندكم العصروره والغربوبه والعشعوشه والصبوحه وكل شيء. اذا دائما كاين واحد المصوغ او كاين واحد المسوف ان صح التعبير اللي كيخليك انك دائما تاجل داك العمل اللي انت عارف 100% انه تابعك. المفارقه الدكتور بيرستين قال لك ان هاد 90% ديال هاد الطلبه، 21% فيهم واحد الطريقه او فيهم واحد الميزه خطيره، هو انهم كيقدوا يجمعوا الدروس كاملين ويجيبوا النقط ما بين المتوسطه والممتازه، وكاين واحد 5% فيهم جابوا نقط جيده جدا. اذا عندهم قدرات عقليه وطاقات عقليه على الملاحظه والتركيز وعلى التجميع وعلى التلخيص والذاكره البصريه والذاكره السمعيه والذاكره الحسيه
بل قال لك كاين شي وحدين في الدماغ ديالهم عندهم ما يسمى بالخططات الذهنيه والاسهم وما الى ذلك، وانهم كيجيبوا نقاط احسن من دوك الناس اللي كانوا العام كامل وهما كيبريباريو. هاد المفارقه ما بين واحد كسول جدا ماشي مكلخ كسول، وما بين الذكاء الخارق جدا اللي كيخليه في لحظات انه يجيب مجموعه ديال النقط وكيقول لراسو ناري عرفتي كون بريباريت من الاول كره جبت اول نقطه. وكيبقى السؤال علاش ما كديرهاش؟ كيجاوبنا بيرستين كيقول لك السبب بالفعل هو في ذكائه الخارق. قلنا له كيفاش؟ قال لك لان راه كنهضروا فقط على 15% من 90، اما الشيء الاخرين راه في الطراوه كما كنقولوا. واحد الفئه هذه لما كتشوف راسها انها كتدخل وكتجاوب كتستسهل الامر، وكينعكس عليها كتقول وانا علاش غنبدا نبريباري من الاول؟ انا كنبريباري حتى الاخر، والاسئله اللي كطيح في دماغي هي اللي كطيح، وداك الشيء اللي كنكون عارفه هو اللي كيطيح. فنجاحه المتكرر كيكون سبب في انه يكرس ذاك الفعل ديال انه ما يزيدش يحفظ او ما يبريباريش من الاول ويدخل في عنصر شنو التسويف اللي هو سوف نجيب احسن نقاط، غادي نعرف بحال ديما. الطبقه الاخرى اللي كتقول لك وها انا بريباريت، كتقنع راسها ها انا بريباريت ولكن ما جبتش احسن نقطه، يعني ها انا بريباريت في الاخر وطاح داك السؤال اللي كنت انا كنبريباريه وما عرفتش نجاوب، انا ما مني رجاء نمشي نقلب على شي حاجه اخرى. فكيحاولوا يقلبوا في دومين اخر وكيمشيو لدومين اخر وكيبداو فيه وما كيكملوش. كيكون في الكليه كيقلبها ليتيه، كيكون في ليتيه كيقلبها ليستيه، كيكون في ليستيه كيقلبها كليه، تيكون في كليه ولا ليستيه ولا كذا تيقول لك ندير مشروع، تيدير مشروع ما تينجحش كيقول لك نمشي على برا، كيمشي على برا كيقول لك لا رجع لبلادي اللهم نحل بلادة الناس ولا رزوزي بلادي وديك الهضره. دائما عنده عنصر التسويف. احنا بدينا كنقسموا، كاين شي وحدين اعتمدوا على راسهم وجابوا احسن النقاط وقال لك انا علاش نزيد نبريباري، وكاين وحدين بريباريو في ديك 3 السيمانات الاخرى او في السيمانه الاخرى وما جاوبوش وتحطوا دوك الاسئله اللي كانوا هما باغن وما جابوش احسن نقطه وقال لك حنا ما فينا رجاء. وكاين اللي قال لك لا وهذا الدومين كامل ما عجبنيش وكيبدا يبدل، وفيما كيدخل في شي دومين كيبدا اليوم غدا غندير غنفعل غنطرق. هذا ما كيكونش فقط في الحياه الدراسيه، تتكون حتى في الحياه العاديه. غندير مشروع عمره ما كيديرو، كيدير قهوه وكيجلس مع الدراري وكيناقش وكيحط البلان وما كيدير منه والو، لانه دائما كتكون توقعاته اكثر من الواقع. كيكون هو داير توقعات ديال المشروع انه غيجيب ارباح، غيدير غيفعل غيطراك، ولكن داكشي اللي كان هو متوقعه مع ارض الواقع والسوق والمحيط ديالو ما كانش، فالضربه الاولى ما كيكملش وكيبقى كيدور في دوامه سوف وسنفعل والمماطله. المشكله ان هادو كيدوزوا للمرحله الثانيه، ان في المماطله والتسويف كيديك لواحد المرض اللي هو كتبقى تلقي الاعذار على الاخرين. ورا كورونا، ورا سوق العمل، ورا السوق ناعسه، ورا الناس ما كيفهموش، ورا سقطوني وهما اللي شو سميتو ما خلاونيش ننجح. هاد الفعل الجمعي او اللاوعي الجمعي من قبيل العشاء تحرق، بحال العشاء طلع له الدم ومشى بوحديته تحرق، البوله تحرقت زعما البوله، الثلاجه تخسرت. ما كنقولوش خسرت الثلاجه، حرقت البوله، حرقت العشاء. دائما هو احنا ما درنا والو، حنا براء العشاء اللي تحرق، يعني بحال العشاء طلع له الدم الروس قال لكم والله لا كليتوني اليوم ومشات تحرق. هذه المرحله الثانيه اللي كتجي من مور التسويف والمماطله اللي كتعطينا العجز الذاتي تماما. واخا خي محمد شنو بغيتي توصل من هذا الشيء؟ اللي بغيت نوصل من هذا الشيء هو انك ملي كدير واحد العمل ما تساينش النجاح. غتقول لي هنا انت متناقض مع راسك. نعم، دير العمل، دير الفعل، ماشي يوميا كتفيق تشوف التليفون تهضر مع صحابك بلا 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 بلا، تلاقى وحدين اخرين بلا بلا بلا، تمشي تنعس تهضر في التليفون، تفيق الصباح بلا بلا بلا، تلاقى الاخر بلا بلا بلا، تمشي للقهوه بلا 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 وترجع تنعس. كدور في نفس الشيء. حياتك ممله. شنو كدير في نهارك؟ شنو كدير في يومك؟ شنو الهدف اللي عندك؟ شنو كتستطيع تغير؟ شنو القيمه المضافه اللي كديرها؟ ملي كتحس براسك كتعطي قيمه مضافه تتشوف الطرف الاخر وكتنعكس عليك، تتولي هنا كتحرك. انت ما كدير حتى شي حاجه للاسف. لهذا كنقول لك فقط خدم وما تساينش النتيجه، خليها تجي لراسها. واش حنا عندنا في الاذان حي على النجاح
ولا عندنا حي على الفلاح؟ حنا ما عندناش كنتمناو، خاصنا حنا عندنا وقولي اعمالوا. الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وعده بفتح مكة. واش كاين شي واحد غادي يوعد اكثر من الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى؟ طبعا لا. رغم ذلك واش الرسول عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة وقال لهم جيبوا براد ديال اتاي صافي راه الله وعدني بفتح مكة نريحوا؟ ولا غزوة بدر والاحزاب واحد والخندق وماتوا له صحابه، ماتت له مراته، مات له جده، مات له عمه، ماتوا له ولادو، اقرب الناس باش يوصل لك انت كلمة، وحروب وغزوات وجوع وعطش. جاوب انت، جاوب. ياك الله اللي وعده. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أنه ماشي حي على النجاح، حي على الفلاح. ندير أنا اللي عليا، نخدم ونساين النتيجة من عند الله سبحانه وتعالى. لهذا جميع الأمراض النفسية أغلبيتها تتلقاها تدور حول مصطلح الإيمان. إذا أنت مآمن براسك، مآمن بواقعك، غادي تغير. هذا عنصر المماطلة أنا غادي نشرحه لك بطريقة مبسطة باش ما نطولش عليك الفيديو. دابا أنت نهار كامل وأنت واقف، وفي الكليه او قدام الليسي او في الخدمه واقف، وكتخرج وكتبقى واقف مع صحابك، وملي كتقرب وحده الدار كتبقاو واقفين كتهضروا قدام الباب، انت كتبقاي واقفه مع صاحبتك قدام الباب ساعه، ساعه ونص، ساعه الا ربع، 45 دقيقه. وانت كذلك كتبقى واقف مع صحابك في الدرب، واقف واقف. ولكن ان فوا جيت توقف باش تصلي، واقف هي نفس الوقفه، كيجيك العجز وما فيك ما تصلي. وإلا وقفتي صليتي تتصلي بقول هو الله احد، ان اعطيناك الكوثر، وكتقول حيدناها علينا، كأن الله سبحانه وتعالى محتاج للصلاة ديالك. سؤالي ليك، ها انت كتوقف بالساعات، ساعة وانت واقفة مع صاحبتك، ساعة وانت واقف مع صاحبك، بالساعات. ملي كتجي تصلي ما كتقدرش توقف اكثر من دقيقة. ملي كنديروا صلاة التراويح، إن فوا الإمام د المسجد يطول شويه في الايه، كتبقى تسمع في الصفوف، قولوا الصراحه، وقتاش يسالي، كتبقى تميل على هاد الرجل شويه، كتميل على هاد الرجل، وكتكره هذاك الفقيع علاش طول. ولكن ملي توقف مع صاحبك بالساعات كتهضروا على شي وحده، وانت كتهضري على شي واحد، ولا على شي سبرديله، ولا على شي ماركه، ولا على البارسا ومدريد، تقدروا تبقاو واقفين ساعه، ساعه ونص، ما كاينش مشكل. باش تعرفوا فعلا انه مرض ايماني ومرض نفساني كثار منه شي حاجه اخرى. ملي كيجيك الشيطان وكيقول لك يلاه نديروا شي حاجه ماشي هي هذيك، ما كيبقاش فيك العجز. دائما النفس هي العدو الاول ديالك اللي اكثر من الشيطان. النفس ديالك هي اللي كتدخلك للتسويف والمماطله. النفس عز عليها عيد التيليكوموند، عز عليها عيد الراحه، عز عليها عيد النعاس، عز عليها عيد التليفون. كتنوض تصلي كتقول لك بلاتي ودي راه باقي انت المغرب ما دخلش، واي العصر توصل ديك الخمسة ونص ونوض وصلي ومن تما خرج، كتلقى راسك ما صليتي ما درتي والو. لانك فعلا خصك تعترف ان كاين واحد المرض خطير سميتو التسويف وسميتو المماطله. ما كنسينوش واحد من الميريكان باش يجي يهضرنا عليه، لان الله حذرنا منه، ولان في الاذان ديالنا عندنا حي على الصلاه، حي على الفلاح. الرابط بسيط، درت واحد الدراسه بسيطه من بعد في العالم العربي، لقاو معظم الناس اللي ملتزمين في العمل، ومعظم الناس اللي ملتزمين في الدراسه، معظم شكونوا واضحين، لقاو ان العنصر اللي مشترك بيناتهم انهم ملتزمين في الصلاه ديالهم، خاصه صلاه الفجر. انه يفيق في الفجر، كيحيد عليه البطانيه والبرد وكذا وكينوض. هذا كتجي سهله اللي كيفيق في الفجر والبرودات وكذا، دائما ماشي مره في السيمانه او لا مره في الشهر، يوميا. ماشي حيت هو خدام الليل وجاه الفجر في الطريق، ماشي حيت هو فايق في 6 الصباح وجاه الفجر مع 7 صافي قال انا صليت الفجر. لا، في جميع الحالات، في رمضان ماشي في رمضان، في الخدمه ماشي في الخدمه، في الكونجي ماشي في الكونجي، لقاو ان هذا الشخص هذا ما مريضش بهذا المرض اللي سميتو التسويف، واللي سميتو شنو المماطله. لان حي على الصلاه جات من موراها مباشره حي على الفلاح. لقاو ان بطريقه غير مباشره، بغيتيها ولا كرهتيها، ان الصلاه كتعطي طاقه ايمانيه، كتعطي طاقه للنفس وللروح ديالك، كتخليك انك تزيد شنو تخدم وكتوكل على الله سبحانه وتعالى. وتذكر، خدم باش تهزم نفسك، خدم، عمل، دير اي حاجه، تفرج في التلفازه ما كاينش مشكل، لكن تفرج في حاجه اللي كتبغيها وكتعجبك وكتفيدك، من موراها طفي التلفازه ونخدم شي حاجه.
عندك مثلا قصائد شي حاجه خاصك تخدمها، ما كاينش مشكل عاوتاني. كذلك سير خدم ديك الحاجه، واضحه الصوره ولا ما واضحاش؟ سير خدم ديك الحاجه، ما كاين حتى شي مشكله. ماشي بالضروره تجلس انت كتحفظ لي ب5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، ربع ساعه ثلث ساعه كنخدم واحد الحاجه كنرتاح، كنرجع ثلث ساعه كنخدم حاجه اخرى كنرتاح. هذه هي الطريقه. واضحه الصوره ولا ما واضحاش؟ المفارقه الثانيه، واسمحوا لي لا طولت الفيديو شويه. بيرستين لما مشى سقسى مجموعه ديال الطلبه تم الجامعيين، شنو اللي لقى بيرستين ان كاين من ضمن دوك الطلبه اللي مرادن بالتسويف والمماطله كاين الاتي، انه كاين طلبه كثار دايرين بروغرام ديال الحفاظه ما طبقوهش، ولقى طلبه كيقيلوا في برامج التنميه الذاتيه وطوير ذاتك وكيف تغير نفسك والتخربيق هذا وهذا الكذوب هذا اللي كنت كنمارسو بالمناسبه في واحد الوقت تاعنا، وانه مجرد كذوب لا يسمن ولا يغني من جوع. شنو لقاو انهم عندهم بروغرام وكيف تغير حياتك وكيف تنجح في 10 أيام وكيف نغير سلوكنا وكيف نغير عقليتنا، ولكن لم يتغير شيء، لا شيء تماما البتة والمطلق. وعندهم بروغرام ومواظبين على هاد الجلسات. خصكم تعرفوا ان دوك الجلسات براسهم كيعطيوك الدوبامين اللي هو الاحساس بالسعاده مجرد حضورك، وعزيز عليك تسمع ديك الهضره وتشوف الناجحين. وعلاش ما كيجيبوا لكمش الفاشلين حتى هما تشوفوهم؟ يجيبوا لك واحد 2% 90% اللي خصك تهضر عليها ما هضرتيش عليها، كما كندير انا دابا. تهضر انت على الناجحين، واحد ولا ملياردير، واللي كان ملياردير ولا فقير هذاك علاش ما وريتيه الناس باش حتى هو نستافدوا منه؟ اذا قلت لك المفارقه ان حتى دوك الناس اللي دايرين بروغرام ديال الحفاظ او دايرين لومبلوا وكيحضروا للتنميه الذاتيه ولي نغير سلوكنا ولي نغير ما نعرف شنو، لقاو حتى هما داخلين في مرض التسويف والمماطله. ولقاو كما قلت لك في العالم العربي في احصائيه اخرى ان الناس الملتزمين خاصه بالصلاه في وقتها، خاصه الفجر دائما كما قلنا واتفقنا انهم كيدخلوا مباشره الى الفعل. لهذا حنا عندنا في الاذان كما قلت في البدايه ديال الفيديو عندنا حي على الفلاح وما عندناش حي على النجاح. حي على الفلاح نوض تخدم، فلاح الفلاح نوض تخدم ومن بعد نسينو النتيجه. لهذا كنقول انا دائما كشعار ديالي وكاتبه في الصفحه: النجاح اراده والتوفيق قدر. النجاح اراده، خصني نوض نتقعد ونخدم وندير اللي عليا، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. بحال التوفيق تجي فيا حراسه زوينه، يجي فيا السؤال اللي انا كنتمناه داك النهار الحمد لله كان مكتب شي مرات شي حاجه ربي يلطف، ما نعرف شنو، كتلقى طاكسي يوصلك في الوقت وما الى ذلك. كنسيو التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. لهذا عقلوا عليها، نديروا اللي علينا، نخدموا، لان ايامنا محدوده، حتى واحد ما عرفتو وقتاش غادي يموت. واللي غادي تبقى موراك هي اعمالك وافعالك اللي غتخليك خالد في الدنيا. اما اللي بقيتي عاطيها غير النعاس والبورطابل فغتبقى كدور في دائره التسويف ودائره المماطله، وغتكون افشل من على الكره الارضيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.